السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب؟ عاملين ايه؟ رجعنا لكم فيديو جديد ومنتجات جديدة ومصرية 100%. طبعا معانا النهاردة منتجات جميلة جدا وحلوة، ومعانا طبعا النهاردة منافسة من نار ما بين فلامنكو وما بين بزيادة. طبعا هنقارن ما بين الحجم والكمية والشكل والطعم، وطبعا هنشوفوا مين اللي هيكسب. وطبعا قبل ما نبتدوا رشحولي اذا كان فلامنكو ولا هيكسب ولا بزيادة الاول في الكومنتات، وهنشوفوا مين اللي خياره هيطلع صح. واللي هيطلع صح، اللي متأكد ان هو هيطلع صح، يضغط لايك. يلا بينا نشوفوا المقارنة. معانا اول مقارنة وهتبقى ما بين فلامنكو بطعم الفلفل الحلو وما بين توي سيتي بالبيتزا. تمام، ويلا بينا نجرب. ده شكله من جوه ودي كميته. يلا بينا، وده هو الفلامنكو. هنشوفه طبعا الكمية والشكل والحجم والقرمشة. بصراحة هو ده شكله كده اهو. ودلوقتي هنشوفه بزيادة. في ناس كانت بتقول زي ما قلنا المرة اللي فاتت، في ناس كانت بتقول بيكسب دهب وبيكسب سلاسل. احنا هنشوفه بقى هو بيكسب ايه بجد. يا جماعة بصوا، هو في حاجة غريبة موجودة هنا. ايه ده؟ هفتحها وارجع لكم. وهي دي اللعبة، بس معلش بتاع الكاراتيه بيزيد شوية. بصوا بصراحة هي شكلها حلو، ولو مثلا هتحطيها ديزاين على المكتب او اي حاجة، فبصراحة هنخلوها هنا، نحطوها هنا تزين لنا المكان. ونقارنه. بصراحة كمية فلامنكو اكتر من كمية بزيادة، وبصراحة شكل فلامنكو شكله احلى، لان بصوا هنا حجم بزيادة اكبر، وهنا اللون هنا متغرق اكتر طعم. فهنقارنه بقى ونشوف الطعم. بسم الله. بصراحة هو الطعم بتاع فلامنكو لذيذ جدا، بس مش حاسة ان فيه طعم فلفل، فمش هنقارنه غير لما ندوقه طعم بزيادة. بصراحة طعم بزيادة في البيتزا ضعيف جدا، فاللي هيكسب الجولة دي هو فلامنكو. بصراحة يا جماعة اللعبة دي مسلية جدا، والوانها قوس قزح وجميلة. بصوا حتى بتعمل ازاي. يلا بينا بقى عشان متحمسة اشوف الهدية اللي في زيادة دي ايه. يلا هسيب بزيادة للاخر ونفتحه فلامنكو الاول. ريحته حلوة، وريحته بصراحة عارفين الكاراتيه بتاع الطماطم بتاع زمان ده، هو نفس الطعم نفس الريحة كده لما بتفتحيه. ودي الكمية وده اللون والحجم. بصراحة هو حلو جدا، شايفين. يلا بقى بينا عشان متحمسة اشوف الهدية. وزي ما انتم شايفين بصراحة باكل الكاراتيه تقيل جدا، فانا متحمسة اشوف الكاراتيه اللي جواه. الريحة حلوة. يا ترى الكاراتيه الهدية اللي جواه ايه؟ ثواني يا جماعة، هي دي النحلة صح؟ تمام يا جماعة، عايزين حل لمشكلة التزييت ده. انا ايديا خلاص بقت بتزحلق. واو، شايفين؟ بصوا طلعت لنا النحلة بتاعتنا الجميلة. وطبعا هم شكلهم كده يعرفونا ولا ايه؟ اكيد يعرفونا، ما هو مش هيتبعتلنا دي صدفة. بس بصراحة دي هنضيفوها لملكات النحل اللي معانا. ويلا بينا بقى نقارنه من حيث الشكل واللون والكمية. يلا بينا. بصراحة الفلامنكو بصراحة بيصدمني بالحجم بتاعه، وده كمان بيصدمني بحجمه، بس بصراحة الكمية المرة دي أكبر من الكمية اللي فاتت. ويلا بينا نقارن. بصراحة هو اللون بتاع فلامنكو المرة دي مش قد كده، وده برضو مش قد كده، فيلا بينا نقارنه. والاتنين بطعم الطماطم. بصراحة طعم الطماطم هنا واضح سنة، وكمان البتاع ده غرقان من بره اللي هي التوابل بتاعة الطماطم. ويلا بينا ندوقه بزيادة. كالعادة بزيادة صدمني بطعمه. مفيش طعم طماطم خالص. وبرضه فلامنكو يكسب في الجولة دي. لسه مستمرة معانا اللعبة الكيوت دي. بصراحة أنا حبيتها جدا، ومش هتبقى آخر مرة اشتري فيها بزيادة. وطبعا معانا أول حاجة فلامنكو، وده بطعم الشطة والليمون.
يا جماعه والنبي شوفوا لنا صرفه مع ايدينا، انا ايديا بصوا بقت مزيته خالص. طبعا هو هنا ريحه الشطه والليمون بصراحه مش باينه قوي، بس اللون فظيع. وطبعا معانا بزياده، وبصراحه انا متحمسه جدا عشان اشوف بزياده عشان الهديه. ترى الهديه هتطلع ايه يا جماعه؟ بس يا رب تطلع اللي في دماغي. تمام، يا رب يطلع اللي في دماغي، لان بصراحه انا متحمسه جدا وحاسه ان هي هتطلع اللي في دماغي. وطبعا البنات هتلاقيهم عارفين انا قصدي ايه. هي يا جماعه المروحه اللي كانت بتبقى في سنو في الاميرات وفي ديزني والكلام ده اهي. بصراحه هي هتنفع جدا في رمضان والصيف، لان بيقولوا ان الصيف هيبقى حر جدا، فدي هحتفظ بيها. ويلا بينا بقى نقارنه ما بين الطعم ونقارنه. طبعا زي ما احنا متعودين، فلامانكو حجمه صغير وتوي سيتي حجمه كبير. بس يا ترى هل توي سيتي هيبقى طعمه قوي المرة دي، ولا برضو فلامينكو هيهزمه زي المرتين اللي فاتوا؟ يلا بينا نعرف. بصراحة فلامينكو في الجولة دي تفوق على نفسه. طعم الشطة والليمون واضح جدا، وكمان اللي بيحب الشطة الحراقة هيعجبه جدا. فيلا بينا نقارنه. وده طبعا بطعم الجبنة. المرة دي هيبقى فيه تعادل، لان الطعمين هنا واضحين. بس بصراحة انا هفوز توي سيتي لان حجمه اكبر، وفي نفس الوقت الكمية بتاعته حلوة زي ما انتوا شايفين. واللعبة كمان يعني بصراحة هو اللعبة جات، وبصراحة الألعاب اللي جت في توي سيتي بتساوي أكتر من سعرها. يعني المروحة ديت لو رحتي مثلا تشتريها من بره مش هتشتريها بأقل من 20-25 جنيه. وبالنسبة بقى للكمية فهو ده يفوز في الكمية، إنما ده يفوز في الجولة دي. كده تكون خلصت حلقتنا. وطبعا ومستمرين طبعا في المنتجات الجديدة، واي حد عايز اي حاجة يكتب لنا في الكومنتات. طبعا احنا مش هنبخلوا عليكم. وبكده تكون خلصت حلقتنا. باي باي.